شُفت جوزي بيحقن التفاحة بالحقنة وبعدها بيدّيها لبنتي، انصدمت لمّا عرفت هو بيعمل ليه كده. قبل ما نبدأ القصة بتاعتنا كلنا نصلي ونسلم ونبارك على رسولنا الكريم في الكومنتات، واكتبوا لي بتحبوا نوعية ايه الفيديوهات أكتر، الأكل والّا الروتين في التنضيف في البيت والّا الفيديو يكون شامل ده وده. يلا بينا نشوف بداية القصة بتاعتنا. أبويا أجبرني إني أتجوز ابن عمي علشان الميراث. كان هو كده وعمي دايما بيشتغلوا وشغلهم كبير قوي ومربح، فقرروا كده واتفقوا مع بعض ان احنا ما نخرجش بره العيلة، يعني ولا انا اتجوز واحد غريب وانا اولى بابن عمي وابن عمي ما يتجوزش واحدة غريبة وتروح املاكه كده لواحدة تانية بره العيلة. واتفق ابويا وابوه على نفس الكلام، يعني ابويا وعمي، بالرغم من ان انا كنت مرتبطة بواحد كده معايا في الجامعة، وكنت بقول خلاص هانت قربت اخلص جامعة وهيجي يتقدم لي. بس للأسف كانت الصدمة كده فوق دماغي لما أبويا أجبرني إن أنا أتجوز ابن عمي وقال لي انتي هيبقى فرحك أول ما تخلصي جامعة. كان يا دوبك خلاص قلت خلاص ما عادش غير أسبوع وأخيرا هتجوز اللي أنا بحلم بيه، لأنه كان سنه زي سني وقلت هيخلص جامعة وهيجي يتقدم لي وهو متفق معايا على كده. بس كان الصدمة لما أبويا قال لي الكلام ده وقلت له ازاي انت بتقولي؟ قال لي ايوه انت هتخلصي من هنا وهتكتبي كتاب، هي كتب كتابك على ابن عمك وهتتجوزي على طول. رفضت ووقفت قدامه وقلت له لا انا مرتبطه بانسان وهيجي يتقدم لي. قال لي انسي اللي انت بتقوليه ده، وعلى العموم هانت كلها اسبوع تخلصي امتحانك ومفيش خروج من البيت ده. وكانت صدمه ليا لما اتجوزت ابن عمي، وبصراحه ما كنتش متوقعه انه هيطلع كده. انصدمت من ابن عمي لما لقيته بالأخلاق العالية دي. بصراحة من بعد ما اتجوزته وأنا حبيته، ما كنتش متوقعة إن هو إنسان راقي ومحترم قوي كده. بدأت بجد لما اتعرفت على شخصيته اقتنعت إن هو الزوج المثالي بالنسبة لي، والحمد لله إن القدر وفقني إن أنا أتجوزه. بس كانت إيه المشكلة اللي حصل لي بعد كده؟ لما إن أنا بدأت أحمل وجينا رحنا للدكتور في الشهر الرابع وبدأ يقول انتم يعني عشان متجوزين قريب ففي كده شوية عقبات كده هتواجهكم. قلنا له في ايه يا دكتور؟ خير. قال الطفل اللي جواكي ده هيبقى نازل معاق. من بعدها واحنا اتصدمنا احنا الاتنين ونفسيتنا تعبت جدا جدا ومبقناش عارفين نعمل ايه. فكرت ان انا اتخلص من الجنين ورجعت قلت لا انا في الشهر الرابع وهشيل وزر كبير جدا جدا. وبصراحة مرضتش، مع ان ابن عمي كان مصر ان انا انزل الجنين وهو كده في الاول، بس الدكتور قال ادعم كتير وان شاء الله ربنا هيسر لكم امور. شفت جوزي بيحقن التفاحة بالحقنة وبعدها بيديها لبنتي، انصدمت لما عرفت هو بيعمل ليه كده. من بعد ما خلاص ولدت والحمد لله، والبنت بقى عندها 5 شهور وشايفاها يعني طفلة طالعة جميلة ما شاء الله ومفيش أي حاجة. بقيت أحمد ربنا إن الحمد لله إن الطفلة ما نزلتش مشوهة، ولكن طلعت بمشكلة أكبر من كده. طلعت البنت معاقة ذهنيا وده لاحظناه عليها كلنا بعد مرور 8 شهور كده من الولادة. كانت طفلة صغيرة بس دايما قاعدة اللي هو مش عارفة تقول ماما، مش بتبُص لي، مش حاسة إنها زي أي طفلة. حتى حماتي وأبويا كل اللي بيقعد معاها وبيشوفها بيقول لنا نفس الكلام. بدأنا نعرض البنت كده على أكتر من دكتور وأكد لنا نفس الكلام، وقال إن في مراكز للأطفال دي، وكمان مراكز كمان بتعلمنا إزاي نتعامل معاهم والكلام ده. جوزي من بعدها ونفسيته تعبت جدًا، جدًا، ولقيته فجأة يعني هو خلاص مش عايز يكلمها ولا بيتعامل معاها. وفجأة كده لاحظت عليه شوية حاجات كده غريبة جدا جدا. بقيت ألاحظ إن هو بدل بعد ما كان مش بيحبها ومش بيكلمها وخلاص بقى، يعني هي بدأت تكبر، بدأت سنة ورا سنة بس هو ملوش دعوة بيها نهائي. وفجأة وهي عندها 3 سنين لقيته كل يوم بيجيب تفاحة وبيديها. جيت في تالت يوم لاحظت حاجة، ان هو رايح يجيب تفاحة من التلاجة وفي حاجة في ايده كده زي ما يكون سن ابرة، إيه في ايده حقنة.
فلاحظت ان هو بيحقن تفاحة وراح يديها للبنت. جريت جري وقعدت اصوت، قلت له ايه اللي انت عملته ده يا شيخ، حرام عليك. قال لي انت مجنونة، انت مش عارفة. قلت له لا، وطلعت له الحقنة من جيبه لغاية ما انهار قدامي واعترف وقال لي ايوه انا لازم اخلص منها عشان كلنا، عشان انت ترتاحي وانا ارتاح وهي كمان ترتاح. هيبقى عاجبك كده لما تكبر وتيجي تبص تلاقي البنات كلها مش حباها ولا حد بيكلمها وكله بينفر منها. هي هتحس ان هي اقل من الناس كلها، هتتعذب وانت تبقى كبيرة في السن وشايلة همها. انا لازم نرتاح منها. طلبت منه طلاق، واللي وقفوا قدامي ابويا وعمي رافضين فكرة الطلاق دي ابدا، وبيقولوا لي عقله كان مشلول وغصب عنه ولازم تقفي جنبه وتسامحيه. بس انا مش قادرة اسامحه ومصرة على طلاق. هل انا كده غلط ولا هم اللي غلط؟ يا ريت بقى كلنا نكتب رأينا في مشكلة النهاردة. تعالوا بقى بعد ما خلصنا كده روتين البلكونة، زي ما انتوا شايفين عملنا في البلكونة كل حاجة تنظيف ونشير وكنس ومسحة وكده يعني. سوري بقى ان انا يعني مش مركزة معاكم قوي النهاردة. دخلت بعد كده على المطبخ، عايزة اقول كل يوم ده كنت صاحية بدري، وبعد ما نظفت البلكونه بقى وخلصت نزلت كده السوق، جبت بطاطس وجبت فراخ. قلت بقى ادخل كده اعمل الغدا، وانا بعمل غدا بقى بنضف بقيه الشقه. بس بصراحه ما رضيتش ان انا اصور لكم يعني اليوم كامل عشان ما يكونش طويل عليكم وكده. ممكن مثلا خدته في اول الفيديو النشاط في التنظيف مثلا، هتاخدوا بقية الفيديو مثلا الوصفة بتاعت الأكل بتاع النهاردة. بيبقى في منكم ناس عايشة برا ومتعرفش الوصفات المصرية أو الأكلات المصرية، كلنا بنتعلم من بعض. ممكن كمان تكون بنوتة لسه مقبلة كده على الجواز، وتكون يعني تكون ما كانتش برضو طباخة ماهرة عند مامتها. طبعا كلنا قبل ما نتجوز بنبقى بيت أهالينا متدلعين شوية، عارفين كده ولا مش عارفين؟ عارفين طبعا. كلنا بنبقى متدلعين وبنعتمد على ماما ونصحى براحتنا، وامي يلا خرطي البصل، لا يا ماما عينيا بتدمع، لا انا ما بخرطش بصل. انا تضطر الام هي اللي تخرط البصل وتخرط بعد كده الفلفل. طب امي اغسلي الفراخ، لا يا انا اغسل الفراخ، لا 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 انا مش بغسل انا فراخ. طب قومي قشري لي البطاطس، طيب ماشي، طب قطعيها بقى، لا ايدي تتعور من السكينه. طب قومي قشري التوم، لا 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 ضوافري تبقى ريحتها توم. بيحصل ولا ما بيحصلش؟ بذمتكم انا راضيه ذمتكم، بيحصل ولا ما بيحصلش؟ بيحصل. ف... فالفيديوهات اللي زي دي بتبقى بقى الايه للعرايس الجداد، او البنوته اللي مامتها مثلا لا قدر الله تعبانه ومش قادره تعمل حاجه بتضطر تخش المطبخ. او مثلا تكون اي مثلا واحده عايشه برا مصر وتشوف مثلا الوصفه دي ممكن تعجبها تجربها كده يعني. المهم مسكنا بصل خرطناه، بصلتين خرطناهم، وكمان فلفل اخضر وطماطم، كل ده هنخرطه كده في بعضه. عايزه اقول لكم طريقه البطاطس دي سهله جدا جدا وبتبقى حلوه قوي قوي، وعن تجربه بصراحه بتطلع تحفه تحفه تحفه. تعالوا بقى بعد ما نعمل كل ده كمان التوم، لازم نستخدم توم. طيب خلصنا بقى كميه البصل والطماطم والفلفل، خلصناه. هنعمل ايه بعد كده؟ هننزل عليهم بايه؟ هننزل عليهم بالملح والفلفل. عندك مرقتين دجاج وحابه انك تحطيهم حطيهم، بهارات فراخ ماشي، بتحبي انت مثلا السبع بهارات حطي، بتحبي تحطي بصل بودر، توم بودر، بابريكا، بصي التوابل المفضله بالنسبه لك حطيها. بس خلي بالك بطاطس يعني لازم نحط كمون، زي ما بقول لكم كده. وهننزل بقى بمعلقه الثوم المهروسه زي ما انتم شايفين، وهبدا اقلب كل المكونات دي مع بعض. هنتبل بيها الفراخ وهنتبل بيها صينيه البطاطس بتاعتنا او البطاطس بتاعتنا مقشرها ومقطعها كده بالطول زي ما انتم شايفين. والفراخ غسلتها كويس جدا جدا بدقيق وملح وخل وليمون وخليتها زي الفل. بشوف بعض الشيفات مش بيغسلوا الفرخة وبيطلعها من الكيس على طول، بيحطوها في المحلول بتاعهم اللي هو عبارة عن مية وخل وليمون، ويسيبوها بقى كده منقوعة وبيطلعها على طول بيستخدموها. بس انا مش بعرف اعمل كده بصراحة، لازم اغسلها واكب المية كم مرة، وكل مرة اشيل من طبق احطه في طبق تاني. هي عادة بقى، انا اتعودت على كده يا جماعة، وانا شايفة ان كده افضل يعني. وبعدين ما جربناش حاجة يعني، اللي عاملين بيقولوا الميكروبات تتنقل في كل مكان ومش عارفة ايه والكلام ده. ما احنا بنغسل الحوض بالخل وبننضفه بعد ما بخلص الاكل
يعني فاهمين؟ يعني بعد ما بخلص الاكل بمسك المواعين دي كلها بغسلها بالميه وسائل المواعين والخل، وبمسك الحوض كله كده فبخليه زي الفل. فالخل اصلا بيقضي على الميكروب. خدنا بقى شويه كده من التتبيله العظمه اللي احنا عاملينها، وتبلنا بقى البطاطس. هنمسك بقى الفراخ بتاعتنا نقطعها كده ونعمل لها شرايح عشان نبدا نتبل الفراخ بتاعتنا من تحت الجلد زي ما انتوا شايفين، ومن جوه ومن بره، ونخليها كده زي الفل. تمام تمام. اللي خلي بالكم من الحركه دي بتسوي الفراخ، وفي نفس الوقت التتبيله بتدخل كده في، بتخليها حلوه بقى في الفراغات بتاعتها دي. خلاص همسك بقى كل الفراخ اعملها كده بنفس الوضع. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. مين وصل معايا لغايه دلوقتي ونسى يحط لي اشياء اللايك والاشتراك والتعليق المحفز؟ فين؟ ها، شايفاكي اللي ما حطيتيش اللايك، شايفاكي. هجيب بقى الصينيه وانزل كده بالبطاطس بالتتبيله بقى اللي فيها. بصي تقطيعة البطاطس دي اختياري، انتي حابة تقطعها مدورة زي ما انتي عايزة. احنا بنحب نقطعها بالطول. المدورة بقى بعملها بضرب لها طماطم، لكن بالخلطة دي بقطع لها البطاطس كده. تمام. وهنزل بقى بالخلطة اللي انتوا شايفينها الجبارة دي، وهنزل كمان عليها بقى بشوية زيت، شوية ميه صغنطاطين كده، ويبقى كده خلصت صينية البطاطس بتاعتي. هحطها على البوتاجاز من فوق غلوة واتنين، وبعد كده ادخلها الفرن. تمام تمام. عايزه اقول لكم بقى هتاكلوا صينيه بطاطس تحفه تحفه تحفه، هتطلع معاكي روعه وبجد مشرفه، يعني تنفع كمان في العزومات. هننزل بقى بمعلقتين زيت كبار بطاطس، يعني معلقتين زيت كبار. البطاطس بتحب الزيت مش بتحب السمن. دخلها بقى الفرن. والرز المعمر انا كنت عاملاه وهطلعه بقى كده خلاص من الفرن. هحط له كده معلقتين سمنه بلدي، هبدا ان انا احطهم كده على البوتاجاز واسيحهم، واحطهم على الرز المعمر وشويه كده واخرجهم. انا حطيت البطاطس دلوقتي على البوتاجاز، وعلى بال ما اخرج الرز المعمر هبدا ان انا ادخل بقى صينيه البطاطس. شايفين الرز المعمر وجماله؟ هنا كان خد الوش بتاعه احمر وشرب اللبن بتاعه. وهبدا بقى ان انا اضيف له السمنه وادخله واغطيه. هيقعد في الفرن حوالي مثلا ممكن تلت ساعه ولا حاجه يكون استوى. في الفتره دي تكون البطاطس على البوتاجاز على نار هاديه، واشيل الرز المعمر اخرجه واحط البطاطس. ويبقى كده خلصنا الفيديو بتاع النهارده. مين فيكو لغايه دلوقتي وصل معايا ونسى يقول لي تسلمي ايديكي يا ملوكة؟ بجد بحبكم جدا جدا من القلب. بصوا بقى انا بعمل ايه في الرز المعمر لما بلاقيه قابب كده من النص. لازم اعمل الحركه دي، بدخل كده ببوز السكينه وارفع الوسطانيه كده لفوق. تمام، من حوالي 3 جوانب 4 جوانب، وابدا اشرب بقى السمنه كده للرز واغطيه وادخله في الفرن. تمام. تعالوا بقى نبص كده على صينيه البطاطس. بصوا بشيل الغطا، انا حطاها كده على نار هاديه وبدات دخلتها الفرن وطلعت بالجمال ده. وده كان غدانا النهارده، صينيه البطاطس بالفراخ والرز المعمر. بحبكم.